فاكرين لما قلنا ان ربنا امر سيدنا جبريل ان هو يضرب الارض بعقبيه عشان يطلع ميه زمزم عشان ستنا هاجر وسيدنا اسماعيل. ستنا هاجر قعدت تشرب في الميه وترضع ابنها، تشرب في الميه وترضع ابنها لحد ما هي ترتوي وهو يشبع. سبحان الله، هي بقت قاعده في الوادي هي وابنها لوحدهم وجنبهم ميه زمزم. طيب، في جنب مكة قافلة معدية. يعني ايه قافلة؟ يعني قبيلة من الناس. القبيلة دي بتبقى مجموعة من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وهكذا، ومعاهم الجمال بتاعتهم وزادهم ومتاعهم وكل حاجة. القبيلة دي كانت ماشية بيدوروا على مكان يعيشوا فيه. فجأة وهم ماشيين جنب وادي مكة بيدوروا على مكان يعيشوا فيه، هم عارفين ان المكان ده ما فيهوش لا مية ولا زرع ولا اي حاجة. لقوا طيور بتطير في الوادي ده. طب الطيور ايه اللي جابها في وادي في صحراء الا لو كان في مية؟ فاستغربوا، فارسلوا واحد، بعتوا واحد يشوف لهم ايه الحكاية. فالراجل رجع لهم وهو في قمة السعادة بتاعته. هم داخلين، الراجل داخل على القوم وفرحان قوي. ابشروا ابشروا، احنا لقينا مكان امن محاط بالجبال، امن جدا، وكمان في ميه، وجوه ما فيش الا امراه وابنها الرضيع بس. عايزاكم تتخيلوا معايا ازاي يعني السيدة هاجر حست بايه وهي قاعده وهي وابنها رضيع بس، وشايفه قبيله كامله من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال داخله عليهم. اكيد الناس ديت ممكن تستحوذ على الميه او يهجروهم او يعتدوا عليها او اي حاجه. تمام، عشان خاطر المية الموجودة. طيب القبيلة دي أساسا، القبيلة دي جاية متهجرة من اليمن. واتهجرت ليه من اليمن؟ القبيلة دي اسمها قبيلة جرهم، واتهجرت من اليمن بسبب ان هم كانوا من قبيلة من قوم سبأ. وقوم سبأ احنا عارفين ان ربنا يعني كان غنيهم عن كل حاجة. كان عندهم جنة كان فيها زروع وثمار وكل حاجة. كان عندهم جبلين بينزل عليهم ميه، وهما كانوش عارفين يستفيدوا من الميه دي ازاي. فجات لهم فكره ان هما يبنوا سد ما بين الجبلين دول عشان يحوشوا الميه. الميه دي استخدموها ان هما يزرعوا يزرعوا الثمار والاشجار وكل حاجه، واستخدموهم في الشرب. والميه بقى، الميه يعني حياه. فسبحان الله بقت عندهم جنتين عن اليمين والشمال. كانت المرأة كده أو الست بتاعتهم كانت تمشي بس وهي شايلة السبت بتاعها. السبت يتملي من الثمار، من كل أنواع الثمار، وهي حتى ما بذلتش أي مجهود إنها تقطف الثمرة بتاعتهم. وكمان كان عندهم ميزة مهمة جدا وحلوة جدا، ان هما كان عندهم السفر بسيط قوي، ما بيكلفهمش اي تعب واي مشقة. كان هما يسافروا من اي بلد لاي بلد تانية بمنتهى السهولة. بس الناس دي عملت ايه؟ كفرت بالنعمة. مش متخيلة يعني ايه انسان يعترض على نعمة ربنا ويبقى ناقم عليها. لان هما قالوا ايه؟ وقالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا. باعد بين اسفارنا. طب ازاي يعني ايه انت تطلب من ربنا ان هو يباعد ما بينك وما بين الاماكن اللي انت بتسافر لها والبلاد اللي انت بتسافر لها وتبقى في مشقة؟ ازاي واحد يتمنى حاجة زي كده؟ فربنا عاقبهم ان هو ارسل عليهم فئران. الفئران في السد بتاعهم بتاع المية، والفئران دي كترت، واحد ورا التاني ورا التالت، بقى مجموعة عملوا نفق جوه السد ده من جوه، وهم طبعا مش حاسين بحاجة. لما خدوا بالهم ان الفئران بتطلع عليهم وبتاكل من الزروع ومن الثمار، قالوا ان هم يجيبوا قطط ويسيبوهم على الفئران دي. بس طبعا بعد فوات الاوان، انهي قطط هتكفي كمية الفئران دي كلها؟ تمام. فربنا بدل الجنتين بتاعتهم بجنتين ذواتي اكل خمط وشيء من سدر قليل. بدل ما كان عندهم جنتين من ثمار وكل ما تشتهي الانفس عندهم، هم كفروا. ربنا ارسل عليهم سيل العرم اللي هو السد بتاعهم خلاص انهار وبقى سيل كبير غير الفئران. فدي نتيجة الواحد اللي بيعترض على نعمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال فيهم ان هو فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. يعني هم كانوا قبائل كتيرة. يعني ما كان سبق بقى كان في قبائل كتيرة، يعني مجموعة من العائلات. فربنا شتتهم بقى، ربنا شتتهم. وكانت القبيلة دي واحدة منهم واسمها قبيلة جرهم. نرجع لكلامنا ان هم خلاص السيدة هاجر دخل عليها قبيلة من الرجال والنساء.
يا ترى هم يعملوا معاهم ايه؟ عملوا معاها ايه؟ استأذنوها ان هم يعيشوا جنبها، والسيدة هاجر وافقت واشترطت عليهم انها هتبيع لهم ان المية دي بتاعتها وبتاعت ابنها، محدش يغتصبها عليها. وانها هي هتبيع لهم المية ديت مقابل ان هم يودوها من الزروع والثمار اللي هم يزرعوها. وسبحان الله، يعني وطفل عايشين لوحدهم، معهمش اي حد يونسهم، وطفل صغير ازاي هيتعلم تعليم الحياة ومفيش اي حد جنبه يعلمه، مفيش اي حد يلعب معاه، مفيش اي حد يعلمه اي كلام غير مامته. الطفل محتاج عشرة، محتاج ناس حواليه. ربنا أرسل إليها قبيلة كاملة عشان الطفل ده يتعلم كل حاجة، وعشان يتهيأ للرسالة اللي ربنا الرسالة اللي ربنا عايزه يقوم بيها. سيدنا إسماعيل عاش من القبيلة دي، وكان من أكلهم وشرب من شربهم، وتعلم اللغة العربية منهم. سيدنا إسماعيل أتقن اللغة العربية، لكن سيدنا إبراهيم لأ. فسيدنا إسماعيل اتربى معاهم وتعلم منهم اللغة العربية وتزوج منهم كمان. وإلى اللقاء في التكملة إن شاء الله في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبكم الفيديو لازم تشتركوا في القناة، اعملوا لايك طبعا عشان تشجعوا محتوى محترم زي ده، وعشان الناس كلها تعرف سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.